يا مساء أو صباح الفل عليكي. لو عندك بطاطس وفراخ يبقى النهاردة الغدا هيبقى حكاية. تعالي أوريكي أحلى صينية بطاطس بالفراخ في الفرن. هنعملها النهاردة البطاطس في الفراخ بطريقة سهلة وسريعة وبطعم يجنن. وصفة اقتصادية ومناسبة لأي عزومة أو غدا سريع، وهتعجب كل اللي في البيت. بس أهم حاجة تابعي الفيديو للآخر، وياريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليا. ويلا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة جبت هتبل البطاطس انا مش هعملها بالصلصة، انا هعملهم الاتنين كده مع بعض واحطهم في صينية واحدة وهدخلها الفرن. الطعم تحفة. حطيت كام بصلاية كده، وانا حطيت بصلاية كبيرة بيضة على بصلاية كبيرة من الحمراء، وهحط عليهم ملح معلقتين 3 ملح عشان انا عاملة كمية حلوة، عاملة كمية كبيرة. وهحط كمان معلقة حلوة كده مليانة من الفلفل الأسود، وده كل اللي هحتاجه علشان أتبل بيه البطاطس والفراخ. هنعمهم بقى حلو كده في الكبة. بس كده خلاص. هنقشر بقى البطاطس وهنقطعها، والبطاطس هنقطعها بالسمك اللي انت شايفاه ده، لا أتخن ولا أرفع. هنرصها بقى في الصينية، واعملي كمية البطاطس اللي هتناسبك. هنزل عليها بقى بشوية من التتبيلة اللي أنا عملتها دي، وهقلبهم مع بعض كويس. هحط تقريبا معلقتين كبار كده، وهقلب البطاطس فيها كده، وهحركهم مع بعض لحد ما اتاكد ان البطاطس كلها شربت من التتبيله اللي هي البصل والملح والفلفل. صدقوني مش محتاجه اكتر من كده. اقلبهم مع بعض واتاكد ان هما اتقلبوا مع بعض كويس، وكل من حبه البطاطس شربت من التتبيله اللي احنا حاطينها. بس هفردها كويس في الصينيه، وهحط بقى الفراخ. التتبيله اللي باقيه هحط عليها مكعب مرق الدجاج، ولو مش بتحبيها استبعديها خالص، وشوية حبهان ورق لورا بودرة وشوية جنزبيل. يبقى اللي باقي حطيت عليه شوية حبهان ورق لورا بودرة، شوية جنزبيل، ومكعب مرق الدجاج. هتبل بقى بيهم الفراخ، برضو كمية الفراخ اللي عندك وحطيها على البطاطس. ودي الكبدتين بتوع الفرخة برضو حطيتهم في الصينية كده ما بين البطاطس والفراخ. تبلي بقى زي ما انت عايزه، ورصي بقى فوق صينيه البطاطس. كده صينيه البطاطس بالفراخ جهزت. سهله وبسيطه وطعمها تحفه، طعمها حكايه. تغيير بقى عن صينيه البطاطس اللي احنا متعودين عليه. تبلي بس الفراخ كويس وشبعيها من البصل كده، وحطي ما بين الجلد واللحم، ورصيها في الصينيه. ما تنسيش يا حبيبتي تحطي لي اللايك، تشجيعك ليا، لان في ناس كتير جدا بتتفرج عليا وما بتحطيليش اللايك. فياريت لو عجبك الفيديو تحطي لي اللايك. بس كده هحط بقى الكمية اللي عندي. هرش على الوش بقى شوية فلفل اسود، وانا دايما بحب ارش على وش الفراخ لما اكون هدخلها الفرن فلفل اسود ورشة ملح. وهحط كمان رشة بابريكا، وخليكي سخية في رشة البابريكا لان بتخليها مدخنة كده وطعمها حلو جدا. وحطيت كده كام مكعب زبدة صفرا، وهزود المية وهحطها على النار. حطيت تقريبا كوبايتين مية، وهحطها على النار تغلي. في الوقت ده انا محمية الفرن على اعلى درجة حرارة، وهسيبها بتاخد ساعة ونص ساعتين، وبتطلع بتبقى احلى صينية بطاطس بالفراخ من غير صلصة ومن غير اي حاجة خالص، سهلة وبسيطة وطعمها مختلف تماما. حطيتها على النار علشان تغلي معايا كده وتحمى، عقبال ما الفرن كمان يسخن معايا وادخلها تكون بتاخد غلوة على طول. ساعة ونص بكتير وان شاء الله هتكون مستوية، بطاطس مستوية والفراخ خدت وش واستوت، وكان طعمها حلو جدا. كل اللي محتاجينه جنبها شوية رز بشعرية وخلاص. دي حلة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي وحطيت عليها شوية زيت. هنزل بقى بكمية الشعرية اللي عندي، وانا هعمل رز بشعرية، بس انا حبيت اكتر الشعرية في الرز بيبقى طعمه حلو قوي. يعني لو تعملي 3 كوبايات رز حطي معاهم كوباية او كوباية ونص شعرية، هيبقى طعم الرز تحفة. قلبي بقى لحد ما الشعرية تاخد معايا اللون الذهبي. هنزل بقى، كنا انا غاسلة الرز ومجهزاه. هنزل بقى بكمية الرز اللي عندك والكمية برضو اللي تناسبك. انزلي بكمية الرز، قلبي تقلبتين، شبعي الرز كده بكمية السمنة اللي محطوطة في البتاع، وقلبتيه قلبيه تقلبتين بس. وحطي بقى الملح، عندك شوربة يبقى احلى رز، ما عندكيش شوربة يبقى حطي مية سخنة بتغلي من الكتل،
وسوي بقى الرز اول لما يبتدي يغلي قوي ويدخن معاكي، وطي عليه، هدي عليه النار خالص وسيبيه يستوي براحته، ربع ساعة تلت ساعة بكتير وبيبقى احلى رز. بس انا عندي شوربة طبعا، انا ما بحبش الرز اللي بالشوربة. نزلت بقى بكمية الشوربة اللي عندي، وهزود بقى شوية مية لان كمية الشوربة كانت قليلة، هزود الباقي بالمية. واول ما يغلي جامد ويدربك معايا قوي كده والاقي دخان طالع من كل الحلة، هوطي النار وهديها خالص واسيبه يستوي براحته. بس حطيت مكعب زبدة كده على الوش، غطي بقى، واحلى رز هتاكليه مع صينية البطاطس. اي ما بتاخدش قلبة كتير، ما بتبهدلكيش وتدغملك المطبخ. ممكن تجهزي الصينية دي وتحطيها في التلاجة لو وراكي مشوار وراكي حاجة، وتحمري الرز بالشعرية وتركنيهم على جنب بره على البوتاجاز، ما تدخليهاش في التلاجة ولا حاجة. ولكن صينية الفراخ بالبطاطس دخليها جوه التلاجة، وطلعيها ساعة الاكل، دخليها حطيها على النار تغلي عقبال ما الفرن يسخن ودخليها في الفرن. بتبقى طعمها حلو جدا جدا جدا، شكلها بيشهي وطعمها احلى بكتير. جربيها ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.